تعالوا النهارده بقى ايه اقول لكم على خبايا واسرار الزيتون. سافرت مخصوص علشان ايه اشتري الزيتون اللي انا هخلله بنفسي. عايزه اقول لكم الزيتون اللي معانا النهارده، بصوا انتوا شايفين حجمه، هتقولوا عليه بقى ايه ده زيتون تفاحي. بس عايزه اقول لك ما تتخدعيش في الزيتونه لما تلاقيها كبيره وتقولي عليها تفاحي. في ساعات الزيتون العزيزي بيبقى كبير شويه وما بيبقاش تفاحي. جمعت بقى كل الايه الزيتون اللي انا هشتغل فيه كده كله بقى اسمر على تفاحي على عزيزي بالشكل ده كده، وبدأت كده انقضه زي ما انتوا شايفين كده نقطته. ورحت بقى جايبه الخضار اللي احنا هنحطه على الايه على الزيتون، عباره بقى عن الجزر والليمون والفلفل والتوابل والملح والبرطمانات. كده بقى غسلت كل حاجه وقطعنا كل حاجه. تعالوا بينا بقى نخلي الزيتون. كل سنه وانتم طيبين. كده زي ما انتوا شايفين نقطت بقى الزيتون، جبت البرطمانات بتاعتي وعبيتها. واول مرة اختلف السنة دي في طريقة التعبية. انا بحط كل الخليط على بعضيه واقلبه في الزيتون، بس السنة دي عشان كمية كده فانا رحت بقى ايه حاطة شوية زيتون واربع قرون كده فلفل وخمس ليمونات. الليمون بتاعنا ما ايه يعني واخد غلوة واحدة على النار، مشقوق بالزائد كده واخد غلوة واحدة على النار. بصوا بقى يا حبايبي، وزي ما انتوا شايفين هعبي بقى كل الكمية بالشكل ده كده. علي طبعا شايفين الايد التانية دي ايد علي شغال معايا. وكده بقى بعبي البرطمان واحط كام قرن فلفل وايه وتلات اربع ليمونات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. عبي بقى كل الكمية. وتعالوا بقى اقول لكم على ايه اسرار الزيتون وتخليل الزيتون. عايزه بس اوريك الاول الزيتون الاسمر، الحبه اللي متبقيين معانا دول انا حطيت طبقه من الملح تحت وايه وحطيت عليها طبقه تاني من الملح، واتقل عليها بتقله كده واسيبها حوالي عن 5 ايام لغايه ما تنزل ميتها. وكان بقى ايه خلصت البرطمانات اللي معايا والبرميل الكبير ده. احط كميه من الزيتون على فلفل كميه على شويه ليمون وارجع برضو بالتبادل اعملهم لغايه ما اخلص البرميل بالشكل ده كده. وكمان كان عندي كام برطمان كمان خللتهم. وكده بقى تعالوا بينا نشوف التتبيله بتاعتنا. عباره بقى عن قطعه توم كده، لو عندك توم صحيح قطعي لك كده راس ايه عباره عن ايه طرنشات. بس انا كان عندي كده توم مدقوق، خدت بس منه قطعه هتشوفوها قد ايه قطعه بسيطه جدا. بصوا بقى يا حبايبي، ومعايا كميه جزر مبشوره زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. يلا بينا. لو انت بقى هتعملي كيلو انت هتتفرجي وانا هقولك على الكيلو بالظبط. عبارة عن جزرتين تبشريهم للكيلو، وعبارة عن فصين توم بالظبط زي ما انتوا شايفين. وده ايه فلفل احمر مدقوق مش عليه توم، انا دقيته كده انا فرمته في الكبة وكده حطيته على طول. تحطي برضو معلقة من الفلفل الاحمر. خلاص يبقى ايه جزرتين على معلقة من الفلفل الاحمر على سن التوم. ده كان قرن فلفل احمر كده في قلب الاخضر قلت كمان اقطعه. تعالوا بينا بقى ايه شوية سكر، يعني تحطي معلقة سكر على الكيلو. وده كمان ايه عصفر شايفين. انا بقى احط العصفر ده كمان اهو معاكم بالشكل ده كده. عايزه اقول لكم العصفر السنه دي غالي جدا بس لازم للزيتون. بصوا يا جماعه رحت حاطه بقى العصفر، انت هتحطي طبعا معلقه. وده بقى ايه ورق اللورة. ورق اللورة انا قلت لكم قبل كده في الفيديوهات السنين اللي فاتت ان هو بيحافظ على الزيتون وبنفس الوقت بيديله كده طعم. وكم واحدة حبهان زي ما انتوا شايفين. طبعا انت هتحطي ورقتين لورا ووحدتين حبهان وشوية حبة البركة صغيرين، حاجات بسيطة معالق صغيرة خالص للكيلو زي ما انتوا شايفين. هنحط كمان كركم اللي هيخلي معانا الزيتون يحافظ على الزيتون ويديله اللون اللي انتوا هتشوفوه. اول على طول ما احط المية هتشوفوا اللون بتاع الزيتون شايفين. انا بقى ايه انا كنت مستكفية بالحبة دول بس هرجع تاني هفضيهم معاكم. بصوا بالشكل ده كده. تعالوا بقى ايه كمان عايزين نضيف كده. انا هحط ربع ازازة زيت زي ما انتوا شايفين. انت بقى لو هتعملي الكيلو بتاعك هتحطي فوق وش البرطمان معلقة زيت واحدة. وكده اقلب بقى كل الخليط زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. عايزة اقول لك يعني ريحتها تحفة قبل ما ايه ما نحطها على المخلل. زي ما انتوا شايفين عندي بقى النهارده عصير ليمون. لازم تحطي الليمون بتاعك يا ست الكل ما يتضربش في الخلاط، لازم تعصريه كده على ايديكي او تعصريه على اي ايه عصارة ليمون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. قلبت الخليط. تعالوا بقى نحط كمية كده من عصير الليمون البيور على الايه على الخلطة بتاعتنا. بس بعد ما نضيف ايه شوية الكركم، اللي لقيت الكركم بتاعي كده قليل فقلت اضيف الباقي الحبة اللي كانوا معايا. واقلب بقى الخليط ده. عايزة اقول لكم والله رحت تحفة.
بالشكل ده كده. واللي عمل الزيتون قبل كده السنين اللي فاتت على طريقتنا يا ريت يكتب لنا في التعليقات، ونشجع بعضنا في عمايل الزيتون. زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. تعالوا بينا بقى، بقول لعلي هات لي ايه عصير الليمون من التلاجة يا علي. انا عصرة 3 كميات زي ما انتوا شايفين. الكمية الاولانية اللي انا هعصرها دي هحطها على الخلطة. عايزه اقول لك اوعي تعصري الليمون في الخلاط، هيمرر معاكي الزيتون. وفي نفس الوقت بعد ما تعصري الليمون بعصارة او بايديكي لازم تشيلي البذر من الايه من العصير الليمون عشان ما تمررش معانا الزيتون. بصوا بقى يا حبايبي، حطيتها كده على الخليط وكده بقى تعتبر الخلطة بتاعتي جاهزة كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. بصوا قلبناها كويس. وتعالوا بينا بقى، احنا معبيين بقى ايه الزيتون بتاعنا. هروح واخده من علي كده، هيناولني برطمان برطمان. اروح واخده كده، بصوا احط كده كبشتين بالايد بالشكل ده كده، هخلص كل الكميه. وكده بقى بقولك لو لسه ما عملتليش لايك اعملي لي لايك عشان يوصلك الفيديوهات الجديدة بالشكل ده كده. بصوا عايزة اقولك طبعا لازم تغسلي الزيتون بتاعك كويس وتنشفيه، وبعد كده تبدأي تعملي الخطوات بتاعتك زي ما انتوا شايفين. وده كده كمان كام برطمان كمان كان متواجد عندي. وطبعا انتوا شايفين البرميل اللي معانا، البرطمان بس هنزود فيه شوية بالشكل ده كده. وانا جايبة برطمان كده ياخد حوالي عن كيلو كيلو ونص من الزيتون زي ما انتوا شايفين. يعني 4 قرون فلفل حطيناهم، وايه وبتاع 5 ليمونات كده فوق الوش عشان برضو كده يطعموا معانا الزيتون. وبالشكل ده كده خلصنا كل الكمية. وتعالوا بينا بقى ايه نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. شايفين المية متضاف عليها عصير الليمون زي ما انتوا شايفين. وعايزة اقولك الملح بتاعك بقى يا ست الكل للكيلو الرتل المية عليه 4 معالق من بتاعة الطعام ملح زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. انا هضيف كمية كبيرة من الملح، ملكوش دعوه انتوا بالكميه دي. ومعايا كمان عصير ليمون مركز كده جايباه من السوبر ماركت، باخد منه شويه كده على كل حله. وبدات اقلب الملح بتاعنا. وكان في هنا اختلاف بيني وبين علي. انا زي ما انتوا شايفين انا كده ظبطت الملح بتاعنا، وقلت له هات لي بيضه يا علي عشان اعمل اختبار البيضه. قال لي لا، هيحط البيضه. بصوا انا عايزه اقول لكم على حاجه، هنحط البيضه في المحلول اللي فيه الملح ده، حطوه فوق الوش. هياخد مني البيضه. انا طبعا غاليه حلى الميه وسايباها تبرد عشان ما يعملش معانا ريم. بص انا بكلم علي، وايه هياخد مني البيضه واحطها في حله الميه اللي هي ما فيهاش ملح هتسقط. وعلي كده اقتنع بموضوع البيضه. شايفين بقول لكم الريت الميه عليه مع 4 معالق من الملح. سيبوكوا انتوا بس من الكميه دي، انا كده بظبطها لان بقالي فتره شغاله في الموضوع ده فايديا واخده على كده. بصوا يا حبايبي زودت شويه ملح وكده قلبتهم. وكده بقى زي ما انتوا شايفين العصير الليمون بالملح والميه بالشكل ده كده. عايزه اقول لكم يا جماعه الميه ما تستهونوش بموضوع الميه ده، عشان هيعمل معاك كريم طبقه كده فوق الوش، هتبقى سمره فوق الوش زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. بحط الميه وابدا اقلبه. شايفين انتوا لونه؟ حاول بس اوريكم كده البرطمانات لونها بيبقى عامل ازاي. ولازم ارج كده عشان الخلطه بتاعتنا تنزل لتحت بالشكل ده كده. بعد ما بعبي بقى كل الكميه يا جماعه بقلبه ليله على الغطا بالشكل ده، يروح قلباه بقى وسايباه، وتاني يوم مرجعاه تاني عادي وابدا ايه اخزنه زي ما انتوا شايفين كده. كده بقى انا هخلص معاكم كل الكمية. عايزة اقولك الكمية بتاعتنا دي انا بحطها كمان في بلكونة. عندي بلكونة كده مقفلة، بروح ايه منضفه لها مكان ومعبية كل الخزين بتاع الزيتون بتاعنا ده بالشكل اللي انتوا شايفينه. كل سنة وانتم طيبين. يلا قوموا بقى اعملوا الزيتون، اعملوا حتى كيلو واحد علشان برضو ايه ندوق الزيتون لانه السنة دي فعلا غالي. وكده بقول لكم ما تنسونيش بلايك ومتابعة عشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم على خير واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.